في الفترة الإغريقية أو في خلال النصوص الإغريقية ينشط الجغرافيين وينشط رسامي الخرائط بالذات، ونكتشف سلسلة استمرت لأكثر من 500 سنة عند الإغريق. في خرائطهم يا أستاذ نبيل كانوا يرسموا في 3 قارات فقط، اللي هي قارات العالم القديم، وكان يكتب على القارات أوروبا، آسيا، وليبيا. نعم. ونجدها مثلا في خرائط هيكاتيوس المالطي، وهذا مؤرخ وجغرافي، ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد في خريطته وهي واضحة الآن معنا. نعم. أيضا في خريطة هيرودوت، وهو حتى هو معاصر لهيكاتيوس المالطي كمؤرخ، رسم خريطة. ثم يأتي في القرن الثاني قبل الميلاد، يعني بعد 300 سنة، يظهر العالم الفذ والرياضي المثير إيراتوستينس القرينائي، وهو رسم أيضا خريطة يؤكد أن العالم القديم يتكون من 3 قارات. وأجمل ما في إيراتوستينس أنه استطاع أن يقيس محيط الأرض، كان يؤمن بأن الأرض كروية في تلك الفترة، ومن أتباع المدرسة الفيثاغورية، وهو أيضا من سكان منطقة الجبل الأخضر، وولد في أبولونيا في سوسة، وينتسب إلى الإقليم القرينائي، ولذلك اسمه إيراتوستينس القرينائي. فليبيا موجودة في هذه الخرائط بشكل واضح، وربما في نص شعري جميل، ممكن من أجمل الأشعار القديمة اللي ذكر فيها اسم ليبيا هو للشاعر الشهير كليماخوس القرينائي، وهذا ازدهر في القرن الثالث قبل الميلاد. له نص شعري يتكون من بيت واحد، وفيه موسيقى لما تسمع عند الإغريق، لكن عندنا نحن في ترجمتنا يقول هذا البيت وهو على هيئة تساؤل. نعم. يقول: هل يمكن أن يحدث هذا؟ أن تصاب ليبيا بسوء؟ هل يمكن؟ يعني الحقيقة أن هذا البيت على نعيم نعم في تلك الفترة، فكان يريد أن يقول أن ليبيا لا يمكن أن تصاب بسوء، ولا يمكن أن يطول فيها أي طغيان. هكذا هو الرجل، وهو تساؤل يثبت الحقيقة، هو في الحقيقة يثبت ما يثير من تساؤل. يظهر بعد ذلك في النص اللاتيني، هذا الكلام موجود كله في الحقيقة في جهد المؤرخ الكبير محمد مصطفى بزامة. يأتي النص اللاتيني، واللاتينية هي لغة الإمبراطورية الرومانية التي احتلت العالم في تلك الفترة. نعم. وسيطرت وغيرت حتى اسم البحار، اسم البحر المتوسط هو لأنه كان يتوسط مستعمراتهم فسموه الميديتيريان. اللغة اللاتينية هي لغة الآن يكاد يكون أصبحت هي مندثرة، لا توجد الآن إلا في الفاتيكان، وهي لغة الكنيسة الرومانية. نعم. الكاثوليكية، ووجدت في النصوص العلمية عند مثلا طلبة كلية الطب وبعض المصطلحات اللاتينية القديمة. هنا في هذه الفترة نجد أن اسم ليبيا أصبح يحتل النصف الشمالي من أفريقيا، النصف الجنوبي لأفريقيا أصبح اسم أفريقيا، أدخل عليه اسم أفريقيا من الرومان. وهناك دليل على ذلك هي خريطة الجغرافي الروماني بطليموس الشهير أو بطليموس المجسطي، وهذا ظهر ممكن في العام 180. في النص العربي، وهنا لما دخل الفتح الإسلامي وجاء العرب، التزموا بالنصوص بأسماء المناطق. فمثلا في شرق ليبيا سموها بنطابلس نسبة إلى البنتابوليس، والنطق اختلف عندهم. وأيضا سميت المنطقة بطرابلس أو المدن الثلاث. لكن في الحقيقة بعد فترة يتحول الاسم إلى لوبية، ولوبية تعني في اللغة العربية هي الأرض الجافة، لاب الرجل أو لاب الجمل بمعنى اشتد عطشه. نعم. فسميت لوبية، ولذلك نجدها عند في كتب الجغرافيين والتاريخيين والورقين العرب القدامى. نجدها عند ابن الحكم في كتابه فتوح مصر
وأخبارها. نجدها عند الجغرافي ابن رستة في كتاب الأعلاق النفيسة، نجدها في كتاب ابن الأثير الكامل في التاريخ، نجدها أيضا في كتاب معجم البلدان للمؤرخ والرحالة ياقوت الحموي وهو مر على ليبيا، ونجدها أيضا عند القلقشندي في صبح الأعشى، كتابه صبح الأعشى، وفي غيرها كثير الحقيقة. الجميل في اسم ليبيا أن الآن توجد في المتحف البريطاني قطعة منقوشة برخامياتها للمعبودة ليبيا، الآلهة ليبيا، وهي تلبس العذراء قورينة إكليل في لحظة مصارعتها للأسد. هذا المنحوت الجميل اللي موجود الآن في المحفوظ في المتحف البريطاني أخذ من ليبيا ممكن سنة 1860، وهو يبين أن فيه آلهة كانت تسمى ليبيا. نعم. أيضا من أجمل الرسومات في كنيسة سيستين التابعة للفاتيكان، رسم مايكل أنجلو لوحته الشهيرة في سقف الكنيسة، وأوجد فيها حوالي 8 أنبياء، رسم فيها 8 أنبياء لأنه رسم ديني. نعم. لكنيسة، لسقف كنيسة، ورسم فيها 5 عرافات، واحدة منهم وأجمل هذه العرافات هي ليبيكا اللي هي العرافة الليبية. أيوة، ويعدها ممكن نقاد الأدب من أجمل الرسومات أو من أنفس القطع التي رسمها هذا الرسام الشهير مايكل أنجلو في عصورها الكلاسيكية. أقول لك أستاذ نبيل، ممكن من أجمل الأشعار اللي ذكرت في تاريخ ليبيا، يعني ممكن في العصر الحاضر أجد محمد الشلطامي كتب يقول: وطني يا رشفة الموال في ليل القرى، يا حبيبي الأسود العينين، لو أن الثرى أحرفا كنت القصيدة. ومن أجمل ما كتب عن ليبيا في الشعر الليبي الحديث ما كتبه الشاعر المبدع الراحل علي صدقي عبد القادر في قصيدته الجميلة بلد الطيوب التي تغنى بها الفنان الراحل محمود كريم، ولحنها أستاذ الموسيقى المبدع علي ماهر. أستاذ نبيل، الحقيقة يعني ليبيا وطن له أصالة يغبطها عليه الكثيرين، وأيضا لها جذور تاريخية هي في الحقيقة تؤكد منذ عصر الإنسان العاقل. نعم. السابينس، الهومو سابينس القديم، وهذا الاستقرار المتواصل وهذا التواصل مع النص الإغريقي والفينيقي والعبري واللاتيني والعربي، وجود شعب ووجود منطقة حافظت على اسمها القديم منذ أن كان اسما لقارة. نجد أن في العصور الإسلامية الأخرى تباعد هذا الاسم، اختفى نتيجة لوجود دويلات حكمت المنطقة، لكن الإيطاليين أعادوا هذا الاسم، وهو للمفكر والشاعر الإيطالي مينوتولي في العام 1911 في شهر نوفمبر، طلب أن يكون الاسم اسم ليبيا، ولم يكن بمحض الصدفة. لا، لم يكن بمحض الصدفة، لجذور تاريخية. للجذور التاريخية. نعم. حتى ظهر استقلال ليبيا وسن الدستور الليبي، فسميت المملكة الليبية وسميت بعد ذلك المملكة الليبية المتحدة، وهذا الاسم دليل أكد وجود اسم ليبيا. طيب. في العهد الانقلابي ما بعد سبتمبر حاول أن يظهر اسم آخر يمحو هذا الاسم ليبيا، وهو اسم الجماهيرية، ولذلك أثر في عقلية الكثيرين لدرجة أني وجدت مرة زميل وأستاذ من ألف كتاب اسمه الجماهيرية، وهو دراسة في الجغرافيا. يعني أنا أريد أن أقول لك أن هذا عرض ينقصه الكثير من جماليات الحقيقة أخرى أغفلها هذا العرض المتسرع اللي أنا قمت به معك توا الآن، ولكن هذا جزء مهم من تاريخ ليبيا
الذي يؤكد عراقة الاسم وأصالة الليبيين كسكان.